السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معادنا النهاردة مع كبسولة جديدة من كبسولات الجودة. الأورجانيزيشن. الفترة اللي فاتت أنا اتكلمت على الأورجانيزيشن كذا مرة، بس أنا عايز أوضح إيه هي الأورجانيزيشن للي ما يعرفش، اللي هي المنظومة. قبل ما أوضحها لازم نعرف طريقة الكوميونيكيشن في الأورجانيزيشن، اللي هي عبارة عن إيه بقى؟ يا هوريزونتال يا عرضية يا فيرتيكال رأسية. يعني إيه هوريزونتال وفيرتيكال؟ لو أنا بكلم زميلي ساعتها انا وهو نفس الليفل مع بعض، حاجه واحده، فبالتالي العلاقه ما بيننا او طريقه التواصل ما بيننا هتبقى طريقه ايه؟ عرضيه هوريزونتال. طب لو انا بكلم مديري ساعتها هتكلم فوق عشان هو فوقيه في المنظومه، فبالتالي هتكلم راسي فيرتيكال. طب لو انا برضو مثلا مدير او سيكشن هيد وتحتيه موظفين، هتكلم مع اللي تحتي اللي هو تحتيه في المنظومه في الليفل اللي تحتي، هتكلم معاه بطريقه ايه؟ راسيه بس لتحت. فانا عندي هوريزونتال يا اما على نفس الليفل، فيرتيكال يا اما لفوق او لتحت. دي طريقه الكوميونيكيشن في الاورجانيزيشن. طيب انواع الاورجانيزيشن ايه بقى؟ الاورجانيزيشن اول نوع منها الفانكشن. ايه هي الفانكشن؟ ان انا بعمل وظيفه معينه زي ما كده اتكلمنا قبل كده، الاتش ار، الكواليتي، السيفتي، الكوست كنترول، الديزاين، التكنيكال اوفيس. كل الناس دي فانكشن بتأدي الوظيفه بتاعتها. طيب ايه النوع اللي بعد كده؟ البروجكت. البروجكت مختلف شويه. ليه؟ لان هو بيكون لغرض معين. اند اوفر. اند اوفر يعني ايه؟ يعني ليه اول لما اخلص المشروع خلاص كده بالنسبه لنا كل التجمع ده هينتهي ويروح ليه؟ لمشاريع تانية او يشتغل على مشروع تاني. طب البروجكت بيكون فيه ايه؟ بيكون فيه ممثل من كل فانكشن جواه. يعني تلاقي بتاع المكتب الفني وبتاع الكواليتي و الى اخره، بس كله مع مدير المشروع بيحققوا الوظيفه بتاعه المشروع. فده كده بقى بروجكت اورجانيزيشن. في واحده ثالثه اللي هي البروسيس، اللي بيزد على البروسيس. دي نشوفها اكتر ونحسها اكتر مثلا في المناطق بتاعت الابحاث، المستشفيات، زي مثلا قسم الابحاث، زي قسم التحاليل، زي قسم الاشعه. ده بالنسبه لنا بيقوم على البروسيس دي، بروسيس كامله. الكاستمر بيقوم على بروسيس كامله مبنيه على التحاليل والحاجات دي كلها. الغرض بتاعه البروسيس، زيه زي البروجكت كده، بس بدل ما هو هيبني المبنى، لا هو هيحقق البروسيس، يوصل لنتيجه البحث. طيب في بقى واحده رابعه اللي هي الماتريكس. الماتريكس يعني ايه؟ زي تباديل وتوافيق كده. ماتريكس يعني من ده على ده مع بعض، فهتلاقي فيها شويه فانكشن على شويه بروجكت على شويه ريسيرش او على شويه بروسيس، كلهم مع بعض متداخلين، بيبقى في صوره طول وعرض كده مع بعض. الاورجانيزيشن بتقدر تأدي الغرض بتاعها، فتبقى الاورجانيزيشن ميكس بين الاثنين. تمام؟ طيب الاورجانيزيشن دي بقى جواها ناس كتير، الناس دي لازم تتعامل مع بعضها، فهنا بقى مفهوم التيم، فريق العمل. فريق العمل ده مشروح عن طريق البي ام اي في الشهاده بتاعه البي ام بي اللي هي بروجكت مانجمنت بروفيشنال، بيشرح فيها يعني ايه فريق العمل. قال لك هم مجموعه من الناس بنجتمعوا مع بعض عشان نقدر نقوم بوظيفه معينه او نحقق الوظيفه المطلوبه. والله انا شايف ان هي ليها معنى تاني. تيم هي اختصارات together everyone achieve more، مع بعض كلنا بنقدر نحقق اكتر. طيب التيم ده بقى هل ليه تكوين؟ هل ليه مستويات او هل ليه مراحل للتكوين؟ ليه، وغالبا حضرتك عملتها بس ما تعرفش ان هي ليها مراحل. ذكرت كلها في البي ام بي بتاع البروجكت مانجمنت نوليدج بوك اللي موجود تبع البي ام اي، عشان برضه تقدر ترجع لها. اول مرحله فيها مرحله الفورمنج، بنكون الفريق. فورم، بكون فريق. تعالى انا عايزك معايا، انا عايزك معايا، زي فرقه الكوره كده، انا عايز واحد خط نص وخط ومدافع وهجوم وهكذا وحارس مرمى. كل واحد ليه وظيفته. اول لما يبتدوا يلعبوا مع بعض ويبتدوا يكونوا ويجتمعوا مع بعض، بنخش المرحله اللي بعدها، مرحله الستورمينج، وهي باينه من اسمها ستورم يعني ايه؟ عاصفه. لا مش مقتنع بيك، لا 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 فكره مش مظبوط، لا الكلام ده مش قوي، لا نبتدي ان احنا ما بنسمعش كويس، بنبتدي ان احنا في نوع من انواع المقاومه ما بيننا وما بين بعض، كل واحد شايف ان هو وجهه نظره اصح من التاني. فمع الوقت الموضوع ده بيبتدي يخلق نوع من الصراعات كده. بس في النهايه المرحله اللي بعدها مرحله ايه ده؟ هو بيقول ايه؟ تصدق طلع عنده حق، ده الحته دي تكمل لي الجزئيه بتاعتي، ده الحته دي اقدر اكمل بيها من هنا، دي تقدر تكمل الجزئيه، تكمل بقى في اكتيف ليسننج، بنقدر نسمع بعض اكتر. فبقى المرحله اللي بعدها مرحله ايه؟ النورمينج ان احنا نبتدي نهدى، نتعود على بعض، نسمع بعض، نبتدي نتعاون مع بعض عشان نوصل للمرحله اللي بعدها اللي هي مرحله البرفورمينج. هنأدي بقى.
يلا احنا كان عندنا ماتش، يلا بينا بقى، انت بقى هتلعب وهبصيلك وهنطلع وهنعمل وهتجري وهقطع لك، ويبتدي يبقى فيه تعاون بيننا وبين بعض عشان نقدر نوصل للهدف اللي احنا عايزين نحققه. طب الماتش خلص والحكم صفر والدنيا قفلت خلاص، المشروع انتهى ووصلنا ان احنا بنينا المبنى، البحث خلص وطلعنا نتائج، نوصل لمرحله الباي باي اللي هي مرحله الادجورنينج، اللي هو كل واحد بيقول للتاني باي باي، وبناء عليه يا هنكمل في بطوله ثانيه، يا اما هنفك المشروع ده، هنفك التيم بتاع المشروع ده ونبتدي نوزعه على مشاريع تانية، او يكون في مشروع تاني بنفس الفانكشن نودي فيه الفريق اللي موجود الناحيه التانية. وبكده تكون خلصت الكبسوله. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه على اليوتيوب عشان توصلكم فيديوهات جديده، وان شاء الله يكون علمي وانتفع بيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.